السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من سلسلة The Power of AI أو قوة الذكاء الاصطناعي، وإزاي نقدر نستخدمها في حياتنا وفي شغلنا. يا ترى ممكن نستخدم البرامج دي في إيه؟ أول حاجة ممكن نسألهم على أدفايس، ممكن نبدأ نسألهم على نصيحة معينة، مثلا اللي أنت محتار في اللي أنت تختار ما بين أكتر من حاجة، وتبدأ تسأله إيه رأيه في المنتجات الفلانية، ويبدأ يحلل لك كل منتج فيهم بناء على البادجت، بناء على الحاجات اللي أنت عايزها. لو مثلا بتنقي موبايل، إيه الأهم بالنسبة لك، كاميرا ولا غيره. ممكن كذلك يديك ادفايس على رحلات تطلعها، ممكن يبدأ يحلل لك برنامج زمني، ممكن يبدأ يديك معلومات اللي انت تبني بيها حاجة معينة، وهنشوف ده ازاي دلوقتي مع بعض. كذلك ممكن يعمل لك بلانز لبرنامج غذائي، ممكن يبدأ يعمل لك تحليلات مالية، ممكن يرجع يعيد صياغة مقالات انت بتكتبها. فخلينا نشوف مع بعض شوية أمثلة، ولما نيجي نستخدم البرامج المختلفة هتفرق معانا ازاي. طيب انا هستخدم هنا عموما شات جي بي تي 3.5 انا فضلت بس اشرح لكم ازاي ممكن تعملوا اكونت بسهوله، ولكن انا عندي اكونت على شات جي بي تي فاستخدمه، ولكن هو مفيش اي فرق. طيب هنيجي نقول مثلا اللي احنا عايزين، لو بنتكلم في حياتنا العمليه، والله انا واحد عايز اسافر ومحتار اسافر فين. في مثلا خلينا نقول اجازه العيد الجايه، عايز اسافر شهر 4، العيد تقريبا الصغير، فانا عايز ان هو يقترح لي معلومات، عايزه يقترح لي اماكن. طبعا خلينا بقى من ايه الكورسات اللي طالعه والناس اللي بتتكلم بالتفاصيل قوي ان هو في طريقه معينه لكتابه البرومبت وموضوع معقد. الموضوع اسهل من كده بكتير. اعتبر نفسك بتكلم واحد صاحبك خبير في كل حاجه، كأنك رايح خلينا نقول واحد عنده مكتبة ضخمة وفيها كل الكتب في الدنيا اللي هو قاريها، وانت بتسأله المعلومة وهو كله متخزن عنده هنا، ويبدأ يرشح لك بناء على سؤالك. فكل اللي عليك بس ان انت تديله المعلومات الكافية ان يرد عليك. يعني ما تجيش تقول له انا عايز عربية، ايه رأيك اشتري ايه؟ مش هيفيدك. لكن لا والله، لو قلت له انا عيلة مكونة من عدد افراد، البادجت بتاعتي كذا كذا كذا، وعايش في البلد الفلانية، يا ريت ترشح لي عربية. تعالوا خلينا نشوف مع بعض الموضوع ده. تعالوا خلينا نقول I want a recommendation for a family car, or family consists of me, my wife, and 2 kids. Considering that I am living at Riyadh, SA. Please make sure it doesn't exceed the budget of خلينا نقول مثلا ايه 1100 سارش. خلينا نطفي الحاجات دي كلها، تولز اي اي وخلافه مش محتاجينها دلوقتي. الحاجات اللي طالعه دي من الحاجات اللذيذه جدا اللي بستخدمها لتصحيح الجرامر. برنامج جراملي بيصحح الكلمات، وساعات بعض جرامر بشكل مجاني. اي حد مهتم بكتابه الانجليزي هيفيده كتير، ولكن انا هنا هتعمد دايما اللي انا وانا بكتب اسيب اي اخطاء املائيه بنكتبها، وهو عنده القدره ان هو يفهم الكلام ده ويرد بناء عليه. طبعا انا هاخد دلوقتي الكلام ده كوبي، وهنبدا نشوف لما نحطه في مختلف الاي ايز هيطلع ازاي عندنا الاجابه. طبعا سالته ان انا عايز عربيه ليا تسعني انا وزوجتي وطفلين، ويعمل حسابه ان انا عايش في الرياض، والبادجت ما تعديش 100,000 ريال. فسالته هنا رايه ايه، فبدا يرد عليا ويقول لي ان بناء على الحاجات اللي انا قلتها له دي، فعندك تويوتا كرولا. وبدا يقول لي ليه تويوتا كرولا، وان سنه 2023 ماتش مع البادجت بتاعتي. هوندا سيفيك، نيسان التيما، هيونداي سوناتا، كيا اوبتيما، مازدا سي اكس 5، فورد اسكيب. والله ممكن اجي اقول له I prefer SUV cars. Can you update the lists accordingly؟ انا بقول له بس انا افضل عربيات اس يو في اللي هي العربيات المرتفعه زي الجيب وخلافه، فيا ريت تعدل الليسته بناء على كده. فوالله قال لي بناء على ده تعالى هنا خد اكس تريل، توسن، سبورتاج، راف 4،
فورد، ميتسوبيشي، وشيفروليه تراكس. طبعا كل دي حاجات هو ريكومنديشن بيديها بناء على المعلومات اللي انا اديتها له. تعالى لو سالنا نفس السؤال ده لبارد، بارد هنا لما اجي ابعت له زي ما انت شفتوا لما جيت سالت هنا على طول بدا يجاوب بشكل سريع للمعلومات اللي انا عايزها، لكن بارد هيقعد يفكر الاول زي ما انتم شايفين، يبدا يعمل لودنج ويفكر ويعمل سيرش، بعدين يبدا مره واحده يديني الاجابه. ده شيء برضو من الاختلافات البسيطه بين بارد وبين شات جي بي تي. وزي ما احنا شايفين هنا كمان بدا يطلع لي بقى ايه، بدا يطلع لي لينكات معاها ريسورسز دي، مثلا هنا من كيو موتور، كي سي موتور، ده من المواقع اللي في السعوديه هنا اللي ممكن تلاقي عليها عربيات. فبدا يديك لينك للحاجه دي وسعرها هنا والله 93000 ريال اهي الراف 4. فدي حاجه هو بيديها ريكومنديشن. بدا يديني كيا كارينز، هيونداي كريتا، واكس تريل، ومازدا سي اكس 5. طبعا في حاجات متشابهه بين هنا وهنا في انا بالنسبه لي عجبني حاليا اللي ده من الاول طلع عربيات اس يو في باعتبار ان انا طالب حاجه للفاميلي، وبدا يدور لي على حاجه فيول افيشنس مهتمه بالوقود. الاجابات اللي طلعها لي صراحه افضل بكتير. سيفتي، حط اعتباره السيفتي وحط في اعتباره استهلاك الوقود، المساحه اللي تكفي، والفيتشرز اللي ممكن تكون موجوده هنا. يمكن اداني بشكل عام ان والله ان انت محتاج كارجو سبيس، محتاج مساحه كبيره للفاميلي كار، محتاج شيء يكون مريح، والسيفتي برضو والفيول افيشنسي، كل ده كان محطوط في الاعتبار. ولكن زي ما احنا شايفين هنا الفروقات في تقديم المعلومات، هنا هيتميز اكتر برضه في حاجه زي دي لان هو اب تو ديت، هو واصل لغايه المعلومات بتاعت السنه دي، ايه اللي نزل السنه دي من عربيات، فيقدر يقيم الموضوع بشكل افضل. على عكس لو حاجه انت بتسال عليها مش محتاجه معلومات لايف، يمكن هنا شات جي بي تي يكسب في حاجه زي دي. طيب انا معلش لو كان ظاهر عندكم التابه بتاعت الريكوردنج بتاعت السكرين كل ده، ف يعني ان شاء الله ما تكونش دارت على حاجه تضايقكم. زي ما احنا شفنا كده الاجابات هنا. طبعا انت دلوقتي ممكن تبدا تاخد اي حاجه من الحاجات دي. طبعا انت هنا ممكن تاخد اي لينك من اللينكات دي وتبدا تفتحه، هيطلع لك الحاجه اللي انت بتدور عليها وتبدا تشوف المعلومات بتاعتها كلها. وكمان في اكتر من ميزه هنا والله، ممكن تقول له زود لي المعلومات او اعمل شورتر، يعني خليها اقصر، لخص لي الموضوع، خليها كاجوال، خليها بروفيشنال، والله انا عايز اعمل شير للكلام ده. ممكن تعمله اكسبورت، ممكن تطلع الكلام ده في ملف مثلا وورد، ممكن تحطها في درافت للايميل على طول. الكلام ده كله مش موجود في شات جي بي تي، وهو عنصر قوه كبيره للبارد. ممكن كمان تعمل جوجل ايت، وهنا بيبدا يفتح لك على طول معلومات عن طريق جوجل في نفس السكشن اللي انت سايبه. طيب لو جينا والله نحط نفس السؤال ده هنا في بيربلكستي، هيبدا يعمل لك برضو سيرش وبيحمل، وبعد كده هيبدا يطلع لك اوبشنز برضو هنا للريفرنسز اللي هو جايب منها، وهيبدا يديك هنا خيارات ان والله انا شايف ان الالتيما او الكامري او الاوبتيما او السوناتا هم دول اللي فيهم الحاجات اللي انت طالبها. وفي حدود الميزانيه. تعالوا نشوف مع بعض لما نيجي نعمل نفس السؤال على بينج ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين بدأ يعمل هنا سيرشنج، بدأ يحمل، وبعدين بدأ يجاوب واحدة واحدة. طبعا هنا شوية تحسوا ان هو ممكن يكون أبطأ من البرامج التانية، ولكن هيبدأ يطلع لك برضو إجابات حاجة مميزة. بدأ يديك حاجات مميزة عن الإجابات التانية الصراحة، في ان هو هنا مديك كمان استهلاك البنزين قد ايه، حجم الموتور، وعدد السرعات، وكذلك هتلاقي كل حاجة هنا جنبيها خط ورقم، فده ريفرنس للحاجة اللي هو جايب لك منها المعلومات دي. زي ما انت شفتوا كده ده حاجة سريعة، بيبدأ يفكر معاك كل واحد فيهم ايه الحاجات اللي انت ممكن محتاجها ويديك ادفايز عليها. طيب تعالوا نجرب تجربة تانية شوية ليها علاقة بالشغل. يبقى هنا حاجة سريعة، بقول له والله انا عندي ريستورانت مساحته 200 متر، استلمته ككورن شيل، وعايز ابدا اشتغل الفيت اوت وورك بتاعي باعتبار ان هو بيقدم فاست فود
وفي الفيرست فلور لمول. انا هنا بدات اديله معلومات عن الحيز اللي انا شغال فيه، مساحه المكان قد ايه الوجبات اللي هقدمها. ممكن ابدا اساله اي حاجه، ممكن افضل شغال معاه على المشروع ده من اوله لاخره. والله فكر معايا في السكوب بتاعت الديزاين، والله اعمل لي ديتيلد بريك داون ستراكشر، اشتغل هكذا معاك لغايه لما يخلص المشروع، وهيفضل كله متتبع في نفس الشات اللي انت فاتحها. هيكون في هيستوري للشات بتاعتك، وكل ما هتيجي تفتح تقدر تفتح ترجع للهيستوري بتاع الشات ده، وتبدا تكمل معاه الهيستوري بتاعك زي من هنا كده. بتبدا تلاقي نيو شات او بتبدا تفتح هنا شات قديم. طيب انا هقول له هنا prepare او produce a high level summary of a timeline schedule for the design and build progress. خلي الدنيا كده معكوكة زي ما هي، خلينا نشوف هيطلع معانا بايه. وهاخد الكلام ده كوبي عشان نبدأ نستخدمه في نفس الأماكن التانية. طيب زي ما انتم شايفين هنا بدأ يديني مراحل البروجرام من أول البري كونستراكشن، مرحلة الديزاين، البادجيتنج، اللي انت بتبدأ تعمل هايرنج للكونتراكتور، وكل مرحلة تاخد معانا مدة قد ايه، وايه الحاجات اللي المفروض نعملها في خلال المرحلة دي. بعدين بدأ يكلمك على الديزاين بتاعت الديزاين وبلاننج، اللي انت تبدأ تعمل تخطيط، تبدأ تعمل الماتيريال سيلكشن والابروفلز اللي محتاجها، وكل واحدة منهم هتاخد وقت قد ايه. بدأ بعد كده يديك معلومات اكتر عن الكونستراكشن، اللي هو تبدأ بالديموليشن، بعدين الستراكشر وورك، الكتريكال، بلامبنج، اتش فاك، بعدين انتيريور فينيشنج، واخر حاجه خالص هنا الفيكتشرز والفرنتشر، ووقتها برضو تاخد قد ايه. بعدين الفاينل تاتشنج، تيستنج، كوميشننج وخلافه، والبري اوبننج او السوفت اوبننج، والستاف تريننج، منيو ديفلوبمنت. انت هنا بتتكلم مش ككونستراكشن مانجر، انت بتتكلم كاونر، فانت اللي محتاج تظبط المنيو وتعين موظفين وخلافه. وبعدين مرحله الجراند اوبننج. كل حاجه من دي طبعا قال لك هتاخد قد ايه. هو هنا بيقول لك الويك 29، يعني مش تاخد 29 اسبوع، لكن ده الاسبوع ال 29، وبعدين لغايه 31 اسبوع المشروع بالكامل. يعني لو جينا نحسب ال 31 اسبوع على كام شهر هيطلعوا تقريبا في حدود 8 شهور، ودي تقريبا نسبه معقوله لو بنبدا مشروع مساحته 200 300 متر المطعم، وبنبدا فيه من A to Z من اول البلاننج لغايه الكونستراكشن. يعني اتس ابليكابل. والمعلومات اللي مديها هنا معلومات تفيدك كتير، اللي انت تبدا تبني بقى، تحط الكلام ده في فايل اكسل وتبدا تخطط على اساسه ايه الحاجات اللي ليها علاقه بايه، ومين يبدا قبل مين، ويساعدك كتير. وممكن تساله هنا وتقول له ايه علاقه الايتم رقم كذا مع الرقم كذا، ومين هيبدا فيهم قبل مين، وهيبدا يجاوبك بتفاصيل كتير عن الكلام ده. تعالى سريعا كده نسال نفس السؤال لبارد، ونسال نفس السؤال لبينج، ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. وتعالى كمان نساله هنا ل Perplexity مع الكوبايلوتس اوبشن. تعال نشوف هنا ايه الحاجات اللي هتطلع لنا. بص هنا بدأ يسألني الكوبايلوت هنا من الاوبشنز، والله ايه اسم الريستورانت بتاعك. انا هقول له اسمه here view continue. بدأ يعمل سيرش، اعتقد برضه بالفعل زمانه خلص. بينج لسه شغال، ابطأهم. طيب هنا بدأ يجيب لي والله الرد زي ما انتم شايفين، مع اننا مستخدمين خاصية الكوبايلوت، ولكن ما ادانيش ديتيل زي ما انا متوقع او زي ما شفت في الشات جي بي تي. هنا زي ما انتم عارفين احنا مش محتاجين لايف داتا، يعني احنا محتاجين حد خبير اكتر. هنا تلجأ لشات جي بي تي اكتر ما تلجأ لموقع زي ده. والله هنا اداك سريعا كده ده من 18 ل 16 اسبوع، ده مش عارف ايه 8 اسابيع، ده ايه. الموضوع مش منظم ومش ديتيلد، ومفهوش كل مرحله فيها ايه، ومش بانيها مراحل. ومديك بس فيدباك هنا ازاي ممكن اسئله او توبكس بتتكلم على الموضوع زي ده ممكن تستخدمها، ان انت تفتح لينك وتبدا تقرا عن الموضوع، ولكن مش بقوه المعلومات اللي ادالك في شات جي بي تي. لما نيجي هنا نبص على بارد، والله بارد بدا يقول لك الاسبوع الاول والثاني هتعمل ابوينت للبروجكت مانجر والانتيريور ديزاين، كوندكت سايت سيرفي، جيت نيسيسري ابروفال. الاسبوع الثالث والرابع هتعمل كذا، الاسبوع الخامس الثامن هتعمل كذا، والاسبوع الثالث اوبن ريستورانت. الويك 13 قصدي، سوري. طبعا هنا مش لوجيك في 13 اسبوع تفتح ريستورانتس. ما حطش في اعتباره حاجات زي الهايرنج ستاف، ما حطش في اعتباره حاجات ليها علاقه بالمنيو. الكونستراكشن بيريد هنا
منطقيه. فلا، انا بالنسبه لي ممكن ابدا اوضح له هنا ان والله لا، انا مش شايف ان الكلام ده منطقي، طب افرد لي اكتر النقطه الفلانيه وهكذا. ولكن زي ما انتم شايفين الموضوع مش بقوه شات جي بي تي. تعال نشوف بينج. بينج لسه بيكتب يا عيني. معرفش عشان احنا بنقفله ولا ايه الصراحه، بس هو عموما ابطا كتير من الباقيين. هنا زي ما هنشوف في بينج هنلاقي ان هو بدأ برضو يكتب لي فيزز. هنا هو بدأ يقسم الموضوع على فيزز، ومسك الفيز الاولانية وبدأ يتكلم على الابوينتنج الرايت بيبل، فكرة الهايرنج، وشرح فيها فكرة الهايرنج ايه الحاجات اللي ممكن تحتاجها بين ديزاينرز وانجينيرز وكونسلتنت وخلافه. وبعدين اتكلم على سيرشنج ريستورانت كونسبت والماركت. يمكن دي نقطة برضو مفيدة ما اتكلمش عنها قبل كده شات جي بي تي، ان انت تبدا تشوف اصلا الكونسبت بتاع الماركت عامل ازاي، وايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه اللي محتاج تحطه في المنيو وخلافه. اتكلم على الفيس 3 بتاعت الديزايننج ريستورانت، بعدين بريكيورنج، بعدين اكسكيوتنج وفينيشنج. ما فصلش قوي الايتمز، كل ايتم جواها ايه وبوليت بوينت وخلافه، لكن ادانا فكره عامه كل ايتم فيه تقريبا ايه اللي جواه، وكل نقطه كام اسبوع. واعتقد عدد الاسابيع الافريج واصل لبرضه حوالي حاجه و30 اسبوع الاجمالي من الارقام اللي ظاهره قدامي. فبرضه يعتبر الارقام منطقيه. طبعا يعني نقطة مهمة جدا هنا، اللي انت لو حاجة مهمة شغال عليها، حاجة هتقدمها فعلا في شغلك او زي كده، زي مثلا بروجرام، فهنا انا انصح جدا اللي خد من هنا وخد من هنا وخد من هنا، اقرا التلاتة وارجع. ممكن لو انت خلاص عاجبك الاستراكشر بتاع شات جي بي تي، قول له والله اد ذس ايتم كمان. يعني خد مثلا من شات جي بي تي او من بارد سوري من بينج او من بارد النقطة اللي عجبتك، ويقول له اد الجزئية بتاعت الريسيرش للماركت وخلافه. يبدأ يعيد لك الكلام ده كله ويكتب لك فيها الجزء اللي انت كان عاجبك من اي اي تاني زي بارد او بينج، وتكمل مع واحد فيهم وتقدر تبدأ تتكلم معاه في اللي يكسر لك نقطة معينة. ممكن تمسك بوينت وتبدأ تقول له والله اعمل لي بريك داون للنقطة دي، وتاخد تفاصيل فيها اكتر واكتر. الميزة كمان اللي انت ممكن تقفل الصفحة وترجع في اي وقت، تاني يوم تالت يوم تقفل اللابتوب كمبيوتر وترجع تاني يوم، بتلاقي فيه عندك جزء بتاع الهيستوري، وتجيب الشات اللي انت عايزه لمحادثاتك السابقة، وتختار الجزء اللي خاص بموضوع البروجرام ده اللي اتكلمتوا عليه او الريستورانت، وتقدر ترجع تكمل تاني الشات معاه وتناقش تاني في نفس الموضوع. معلش لو كان الجزء بتاع الريكوردينج ده ظاهر عندكم مغطي على حاجة، اتمنى ما يكونش ضايقكم. زي ما قلنا ممكن نبدأ نشتغل على بريك داون ونكمل معاه المحادثة مثلا، فنقول له اعمل لنا بريك داون للفيز مثلا بتاعت خلينا نقول من الفيزز دي، تعالى نتكلم على فيز مثلا رقم 6 بتاعت البري اوبننج. هو هنا بدأ يعمل لنا بريك داون. هنلاقي ان هو كمان بدأ يضيف ايتمز جديدة ما كانتش موجودة في الاول. يعني ايتم رقم 6 كان فيها مثلا 2 بوينتس بس، لما قلت له اعمل لها بريك داون يعني فصلها اكتر، اعمل ستراكشر ديتيل اكتر، بدأ يحط لي اكتر من دي. اول نقطة ستاف تريننج ومنيو ديفلوبمنت، بعدين ازاي نعمل المنيو، بعدين انفنتوري التخزين والسبلايرز، كواليتي كنترول. بدأ يفصل لي الموضوع بشكل اكبر مما كان في الاول هو نقطتين بس. زي ما انتم شايفين وصلنا ل7 بوينت بدل نقطتين. ليه؟ هو انا طلبت منه كسر لي الموضوع بشكل اكبر، وبدأ يوضح لك كمان ان كل ده في نفس البيريد اللي هو كان حاططها في الاول، اللي هو الويك 29 30. هو جايب لك هنا ان الايتمز دي كلها في نفس الرينج بتاع ويك 29 و30. ممكن كمان نقول له مثلا تعالى والله انت حاطط لي هنا ان انا اعمل ستاف تريننج، طيب اعمل لي بروبوزال لستاف تريننج. انا ماليش علاقه بقى بالبروجرام خالص، انا عايز افكار لايه التريننج اللي ممكن اعملها او ايه المواضيع اللي اعمل فيها تريننج. لا والله عندك ويلكم، ازاي ترحب بالناس، الفود سيفتي والنظافه، الكيتشن والفود بريبريشن، وكل ايتم من دول ممكن ايه التريننج اللي يتعمل فيها وايه اهميه التريننج ده وخلافه. ده ممكن كمان اقول له حضر لي سكريبت للتريننج ده، او اقول له ابدا قول لي سلايدز او جيب لي ريسورسز للتريننج دي، ونفضل نخش في تفاصيل تفاصيل التفاصيل بشكل لا نهائي، ونطلع بحاجات عشان نعملها نحتاج شهر او اسابيع، اصبحت بتتعمل في عدد ساعات او ايام بسيطة جدا. وتقدر تاخد الكلام ده
تلخصه بشكل كبير بعد كده او تقدمه بالشكل اللي انت تحبه. من ضمن الحاجات كمان المفيدة جدا للشات جي بي تي وبرضه خلافه ان هو ممكن يعمل لنا جرامر تشيك وبروف ريد ويحسن الريدابيليتي بتاعت اي حاجة. يعني الناس اللي بتستخدم ايميلات كتير وحاجات قانونية ومراسلات وخلافه ممكن تستفاد جدا من الموضوع ده، ان هو يقول له والله اعمل لي بروف ريد ومثلا تشيك اي جرامر ميستيك. يعني ممكن ناخد اي جملة من الجمل اللي مكتوبة هنا ونقول له بروف ريد اند ادجست اني جرامر ميستيك. فهو هنا بيشوف ايه المشاكل الاملائيه اللي عندك، في اي مشاكل في النص او كده، ويبدا يديك بروبوزال لتحسين ال الكلام ده. ممكن تقول له بروبوز او ريفريز ات او ريرايت ات، بحيث ان هي تكون مثلا بروفيشنال اكتر او ان هي تكون بشكل كاجوال اكتر. كل ده ممكن حاجات انت تكتبها له وهو يبدا يعيد صياغه الكلام بناء على الاسلوب اللي انت قايله له. انت ممكن تقول له اصلا اكتب لي الحاجه دي اكنك انت شخص مثلا كاتب شاعر، اكتب لي قصيدة او اكتب لي ايميل او اكتب لي حاجة considering البرسونا مثلا بيسموها، او considering that you are a specialist في المجال الفلاني. كل دي حاجات انت ممكن تقولها له عشان يكتب لك او يعمل لك حاجة بالفكر اللي انت عايزه. اديله تفاصيل اللي انت عايزها، اديله اللي انت محتاج تطلع بيه في الاخر، وهيقول لك المعلومات اللي انت عايزها بشكل ممتاز جدا وبسرعة رهيبة تفيدك كتير جدا في شغلك. كذلك بنستخدمه كتير في الترانزليشن، في الترجمة للغة عربية. وانا افضل زي ما قلت لكم في البدايه اللي احنا دايما نحاول قد ما نقدر نخلي الكلام معاه باللغه الانجليزي وبعدين نترجم لو احنا عايزين نترجم اي حاجه. فتعالوا نشوف مع بعض الترجمه في شات جي بي تي ونقارنها كذلك بالترجمه في بارد اللي زي ما قلت لكم اقوى. زي ما شفنا هنا هناخد جزء من الكلام اللي احنا برضو بنتكلمه ونقول له ترجمه للغه العربي. زي ما احنا شايفين لو جينا نقرا كده سريع، ان اعداد جدول زمني لاتمام تصميم وانشاء مطعم الوجبات السريعه الخاصه بيك في مساحه 200 متر مربع. الكلام منطقي، الاسلوب كتابة كويس، اللغة العربية مفهومة، مفيش اخطاء كبيرة جدا، ولكن شكله جيد. لما نيجي نبص هنا على بارد هنلاقي بارد عمل حركة حلوة جدا، اللي هو قلب لك طريقة الكتابة من اليمين للشمال. هنا كان الانجليزي مكتوب شمال لليمين، لكن لما بجي ترجم كتب من اليمين للشمال. هو فاهم ان العربي بيتكتب من اليمين للشمال. التنسيق بتاع الكلام شكله افضل من شات جي بي تي. لو نيجي نبص هنا للعربي هنا وللعربي هنا هنلاقي الشكل كذلك افضل. طريقة الكتابة كذلك كويسة، مفيش ممكن اخطاء املائية كتير، وممكن نستخدمه بشكل سلس وسريع لترجمة اي لغات احنا عايزينها. من الحاجات الجميلة برضو اللي انا بحبها جدا غير الترجمة وغير الريكومنديشن والكلام اللي اتكلمنا فيه وحاجات زي ممكن زي ما قلنا تفيدنا في شغلنا وخلافه، ان احنا ممكن كذلك نبدأ نلخص كتب ونلخص حاجات كتير احنا ممكن كان عشان نقراها او نفهمها محتاجين وقت كبير مثلا. فلو جينا نقول مثلا ان انت عندك سكيلز معينة كنت شغال عليها وبتتعلمها او حابب تطورها في نفسك، فممكن تستفيد منه ان هو يديلك اهم رؤوس الاقلام في الموضوع مثلا ده، اللي انت تكون على علم بحاجة زي دي. فتعالى مثلا هنا على شات جي بي تي وممكن نبدأ كونفرزيشن جديدة، نبدأ نيو شات وهنقوله مثلا please recommend the best book for improving النيجوشيشن سكيلز. انا عايز اعرف ايه احسن كتاب ممكن اقراه في مجال النيجوشيشن سكيلز اللي انا عايز اطور مهارات التفاوض بتاعتي. فوالله هنا هو جاء قال لي recommend getting the yes negotiation agreement with giving in by روجر فيشر، وبيريكومند الكلام ده. وهنا بيقول لي ليه كمان انا بديك البروبوزال ده وحاطط هنا ستراكشر كامل عن اسباب الكلام ده، وان هو ازاي في effective communication، ازاي بيديك امثله هنا عمليه وخلافه. وكمان هنا بدأ يقول لك ان وبدأ يقول لك كمان هنا والله عندي كمان 3-4 افكار تانيين ممكن تقراهم لو حابب بعد مثلا الكتاب الاساسي اللي هو بيريكومندد. تعالوا نشوف مثلا نفس الموضوع هنا لو بدأنا نيو شات
زي ما انتم شايفين الشات القديم لسه موجود هنا اهو، ولكن انا بدأت دلوقتي نيو شات وهبدأ اتكلم معاه في شات جديد. طبعا زي ما احنا شايفين بيحمل، وبعدين هيبدأ يجيب لك النتيجة. على بال ما يحمل ويجيب نتيجة، طيب انا هنا هاجي اقول له والله طيب الكتاب اللي انت بروبوزد اديتني ليه ريكومنديشن ده summarize the main topics discussed in the book. يعني قول لي ايه اكتر الحاجات اللي تمت مناقشتها في الكتاب دي، واديني سامري عنها، ايه التوبكس اللي اتكلموا عنها في الكتاب ده. هنا والله برضو لما جيت سألته اداني نفس الريكومنديشن بس زيادة عليه، قال لي ان انا ممكن اشتريه مثلا من اللينك ده، واداني كذلك كام كتاب تاني، 3 أو 4 كتب تانيين. وهنا ما ادانيش اسباب للكتاب ده او ايه الافكار ان هو بنى على اساسها الاجابة دي، ولكن بدأ يديني عموما عشان اعمل امبروفمنت للنيجوشيشن سكيلز. والله خلي بالك ان انت تكون فليكسبل، اعمل سيرش كويس، حط الجولز بتاعتك، listen actively. برضو هنا حاجة كويسة ان هو بدأ يديك افكار ازاي اصلا انت تكون فيك النيجوشيشن سكيلز دي. وبدأ يديك كمان ريليتد توبيك هنا اللي انت ممكن تعمل سيرش على حاجة زي دي، ولو دوست اوكي عليها هيجيب لك جوجل سيرش على حاجات ليها علاقة بالتوبيك اللي انت بتعمل سيرش عليه. طيب لما رجعنا هنا تاني، كتاب ممكن عدد صفحاته 200 300 صفحة، هو هنا راح جاي مديك الملخص بتاعه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نقط. 10 نقط في ثواني انت عرفت الكتاب بيتكلم عن ايه، عرفت افكار الكتاب بيتكلم عن ايه. لو في نقطة من دي عجبتك ممكن تقول له اديني تفاصيل عنها اكتر. انت ممكن تاخد الكلام ده تقول له translated to Arabic، وبعدين تروح جاي اخد الترانزليشن دي، وزي ما هنشوف بعد كده في فيديوهات جاية تحطها في ذكاء اصطناعي تاني اللي بيحول التكست للفويس. فقبل ما تنام ب10 دقايق تقعد تسمع ال 10 بوينتس دول، واكنك قريت كتاب كامل او لخصت كتاب كامل وسمعت اهم النقط اللي انت محتاج تعرفها في موضوع النيجوشيشن سكيل. طبعا الموضوع زي ما انتم شايفين انا بالنسبه لي ده انجاز رهيب، وبيساعد كتير جدا في مجالات مختلفه. فعلا كميه الاستفاده منه لو استخدمتوه صح هتكون رهيبه رهيبه فوق ما تتخيل. خلينا نرجع تاني لموضوع الجدول اللي احنا كنا بنتكلم عليه، واوريكم ميزه اخيره ليها علاقه بقى بازاي تحول الكلام ده بسهوله الدوكيومنتس. برضو لو رجعنا للبروجرام بتاعنا، انا بقول له الجدول اللي انت بعته لي فوق ده حطه لي في تيبل فورمات، حطه لي في شكل جدول. بدا يحطه لي هنا سواء ان هو عربي او انجليزي. بيطلع لك بقى في موضوع التيبل فورمات ده لاي حاجه انت بتعملها، بتعمل دراسة مالية، بتعمل جدول، بتعمل رحلة، بتعمل أي حاجة. ولو قلت له حطها في تيبل فورمات، ميزة من مميزات برضو الرهيبة هنا اللي ممكن بيطلع لك اوبشن اكسبورت تو شيت. اكسبورت تو شيت هنا بيبدأ يحول الكلام ده لملف شيتس اللي هو حاجة زي الاكسل. بتاخد الشيت اهو نزل لك الموضوع بشكل سريع جدا في شيت اكسل او في جوجل شيت، اللي انت بعد كده ممكن تقول له فايل وتقول له بعد كده داونلود از مايكروسوفت اكسل، فينزل لك الملف كملف اكسل، وتقدر تشتغل عليه زي اي ملف اكسل بعد كده عادي جدا بشكل سريع. طبعا لو ده ملف كبير جدا فيه ادوات رهيبة وفيه فورمولاز هيكون حاجة فوق ما تتخيلوا يعني. من الحاجات المميزة هنا كمان ان احنا ممكن نعمل ابلود ايمج لاي صورة. انا هنا عملت ابلود ايمج لصورة روبوت بيشد 3 اشخاص موظفين بنشوف مين اللي هيكسب الوظيفة فيهم، وبقول له مثلا بليز اكسبلين وات ذس ايمج فور. ممكن واحد يقول بليز اكسبلين وات ايمج فور، ممكن واحد يقول بليز اكسبلين ذا ايمج. ايا كان طريقة صياغة الكلام هو هيفهم الكلام ده. وبقول له اشرح لي ايه اللي في الصورة دي. طبعا دي من مميزات برضه الرهيبة جدا ان هو بدأ يقول لك هنا والله الايمج دي فيها عبارة عن كليب ارت، عبارة عن مجموعة من الناس بيشدوا روبوت ويز ريد روب، حبل احمر صحيح، يعني يتعرف على كل الايتمز بتاعت الصورة والالوان، وفاهم ان ده كليب ارت مش ايمج او فوتوغراف او كده. وبدأ يشرح لك هنا كمان بيقول لك ان ده ليه علاقة بالفيوتشر اوف وورك، وازاي الهيومن والري بي ريبليسد ويز ماشين. فشرح لك الايمج وشرح لك الكونسبت، وبدا يقول لك هنا ازاي ان في بعض الوظائف will be اوتوميتد، وان ازاي الاشخاص ممكن يعانوا بسبب اعمال معينه.
يعني كمية الديتيلز اللي انت اخدتها منه بس الفكرة سريعة، ممكن تنزل عليها بوست بعد كده كده كسوشيال ميديا، حاجة سريعة جدا وفعلا مبهرة بالنسبة لي، اللي ازاي ممكن تنجزنا في حاجات كتير جدا. طبعا انت ممكن تستخدم نفس الاداة دي عشان ترفع اي ملفات تانية، تقول له والله ترجم لي الملف ده. انت ممكن ترفع له صورة ولا ملف وتقول له ترجم لي الملف ده بالكامل، وتاخده وتقول له اكسبورت له وورد بدل جوجل شيت. وكل ده موجود هنا عندك في الاوبشن اللي اكسبورت تو دوكس او درافت ان جيميل، وتاخد المعلومات دي وتطلع بيها شغل. في ناس دلوقتي بقت شغاله بالبرامج دي للترجمه من لغات الماني واسباني وتكتب كتب وتترجم كتب وتاخد من وراها بنفيتس كبير جدا، وهي قاعده في البيت بتعمل حاجه زي كده عن طريق الذكاء الاصطناعي وتستفيد منه الى اقصى استفاده. من ضمن برضو الحاجات اللي استخدمت فيها شات جي بي تي وصراحة ساعدني كتير جدا موضوع الفورمولاز اللي موجودة على الاكسل، وكان قوي جدا فيها وساعدني كتير. انا كان ممكن عشان اعمل فورمولا كبيرة ممكن اعمل سيرش على الاكسل كتير جدا، وممكن اقعد اعمل تراي اند ايرور كتير جدا ويا تظبط يا ما تظبطش في الاخر، وان حرف غلط ولا كوما غلط تبوظ لي الفورمولا بالكامل. انا هنا شرحت له، كان عندي ملف اكسل بعمل فيه الاكسبنسز بتاعتي في تبع الاعلانات، تبع الصفحه، سواء مثلا بعمل الاكسبنسز دي في مصر بعملها اكسبنسز ولا هي انكم، مين اللي بيعمل الاكسبنسز دي. فكنت عايز حاجه تعمل اوتوميشن للنمبرنج سيستم، ان تلقائي ان اول ما احط حاجه رقم دي معموله والله في مصر عباره عن صرف او دخل، والشخص ده اللي عملها تتسجل برقم واحد. لما اجي ادخل كود شبيه ده تاني راح جاي يعمله نمبر اتنين على طول، اوتوماتيك يعمل اوتو نمبرنج. فالموضوع ده كان بالنسبه لي صعب جدا ان انا اقعد لسه ادور على ازاي اعمله. فمجرد شرحت له، قلت له ان انا عايز اعمل اوتوميشن سيستم للنمبرنج، وشرحت له كل سلعه عباره عن ايه، والناتج اللي عايزه للاي دي يكون بالشكل ده. فشرحت له الكلام ده كله، بدأ هو على طول يديني فهم الكلام ده، وبدأ يشرح لي اللي هو فهمه، وشرح لي هنا ان بناء على اللي انت قلته لي ده ان ده هيبقى معناه كده، والفورمولا دي هي اللي هتنفذ الكلام ده. فبدأ يفهمني ايه طبيعة الفورمولا دي وهتشتغل ازاي، وكل حاجة ايه لازمتها وايه الفايدة منها. مجرد هاخد الكلام ده كوبي بيست واروح احطه في الاكسل شيت، وتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. اتأكدت هنا بس الاي دي هنا جنرال، عملت كنترول في او يساوي الفورمولا، وحطيت الفورمولا هنا انتر. خلاص الموضوع اصبح اوتوماتيك في التسمية اللي انا عايزها، ظاهرة زي ما احنا عندنا زي ما احنا شايفين. تعال نطبقها على باقي الخطوط هنا، عشان مفيش هنا اي انبوت فهي ظاهرة بالشكل ده. مجرد ما انا ابدأ احط هنا المعلومات اللي انا عايزها هيظهر لي الاي دي بالشكل اللي انا عايزه. والله دي في اس اي الاكشن باي، ودي اكسبنسز، راح جاي حطها لي على طول وظهر اللي هي رقم 2. والله هنا لما جيت حطيت اللي هي بقى مثلا انكم، ممكن يبدأ يتلاقي الرقم، او اللي هي مثلا ايجيبت، او غيرت اي معيار من المعايير التانية هيبدأ يعد من الاول رقم 1. ولو رجعت تاني ان انا احط نفس الحاجات اللي كانت موجودة في الاول هيروح جاي مكمل رقم 4. فدي حاجة بالنسبة لي انا كواحد مش محترف قوي في الاكسل كان هتاخد مني وقت كبير جدا اللي انا اقدر اعملها، ولكن هو بسرعة جدا قدر يساعدني فيها ويعملها لي في لحظات. بالنسبة لي كمان في مش عاجبني مثلا فكرة ان هو لما بيكون السيل فاضي ان هو يروح جاي عامل فيها الكود بشكل غريب كده. فانا ممكن اقول له تعالى نشوف نقدر نعدل ده ولا لا مع بعض. هاجي اقول له اوكي ان هي اشتغلت اوكي زي ما انا عايز بالظبط، بس انا عايز ادجستمنت بسيط، انا عايز اعمل تعديل بسيط اللي هي تكون لما مفيش اي داتا موجودة في الاعمدة الثلاثة الاولانيين خلي لي مفيش اي تكست مكتوب، فاللي هو ايه to hide the code يعني. على طول راح جاي مغير لي الفورمولا. اخد الفورمولا برضو ايه كوبي، واروح اعدل هنا الفورمولا واحط الفورمولا الجديدة. اوكي نسحبها على كل السيلز نفس النتائج. تعالى بقى نشدها لما مفيش داتا زي ما احنا عايزين. الفورمولا مكتوبة ولكن السيل فاضية، لما اجي انا اكتب البيانات هيبدأ هنا يظهر لي نتائج. مجهود رهيب، والناس اللي شغالة اكسل وبتعرف تعمل فورمولاز عارفة قد ايه الموضوع ده متعب. طبعا
افكار كتير جدا، لو قعدنا نتكلم للصبح مش هنخلص بافكار ممكن تعملها. من ضمن الحاجات اللي انا بالفعل سبق واستخدمتها قبل كده، اللي مثلا انا قدرت استخدمه في اللي انا كنت بقدم على وظيفة معينة وعايز اعرف رنجات الرواتب في الوظيفة دي او في البلد دي ايه. فبدأت اسأله على الافريج بتاع الرواتب لوظيفة كذا بالفلان الفلاني بالخبرات الفلانية في البلد الفلانية. بدأ يديني افريج ليها على حسب الخبرات وعلى حسب وحسب. استخدمته قبل كده كذلك في ادفايسز وفي مساعدتي في تحسين نقط معينه ليها علاقه مثلا بالبرودكتيفيتي بتاعت الفريق. عندي مشكله في التيم، عندي مثلا مش عارف اعمل معاه ايه، عملت معاه واحد واثنين وثلاثه اديني افكار. النهارده الصبح كنت في كلمه مش جاي على دماغي، عايز اقول كلمه معينه بالانجليزي ومش لاقي الاكسبريشن المظبوط، وكنت كلمه هبعتها ايميل لسي ليفل يعني، فكنت حابب اتاكد ان انا كاتب كل حاجه بشكل صحيح. فبدات اشرح له الكونسبت اللي انا عايز اوصله ايه، والكلمه اللي انا مش عارف اعبر عنها بشكل كويس عايز اقولها ازاي. واداني بدل الكلمه 3 و4 كلمات، وكنت متفاجئ لانها كانت كلمات انا عارفها كلها بس كانت رايحه عن دماغي. هو في لحظة على طول جاب لي أفكار زي دي ممكن أحطها. طبعا استخدمتها وقدرت إن أنا أتأكد إن كمان الإيميل ده مكتوب بشكل صح وإن ما فيهوش أي جرامر ايشيو أو كده. فبيساعد كتير، هو تولز تقدر تساعدك كتير، تقدر تعتمد عليها في بعض الحاجات. في حاجات تانية لا، مش لازم تشيك عليه وراه واحد مرة واثنين وثلاثة أو عن طريق برامج تانية أو عن طريق ناس خبرات تانية، ولكن ما زالت زي ما قلنا استخداماته فوق ما نتخيل. ومش محتاج حد محترف برومبت ولا اي حاجه عشان تستخدمه، انت مجرد اعتبره شخص خبير وتدردش معاه وشوف النتائج اللي هتطلع. ولو حابين تتكلموا معاه بالعربي كذلك ممكن تتكلموا معاه بالعربي عادي جدا، ولكن انا زي ما قلت لكم يعني انا بفضل اتكلم معاه بالانجليزي، سواء ان نتائجه افضل او سواء دايما الواحد عشان يفضل يطور من استخدامه للغه الانجليزيه وطريقه كتابته وتعديلات الحاجات اللي ممكن يبقى بيكتبها غلط وهو يشوفه لما يجي يجاوبه بيكتبها صح، فيبدأ ينتبه للحاجات اللي زي كده. وبكده تكون اتكلمنا على اهم التولز اللي ممكن نستخدمها في التكست بيز اي اي او الذكاء الاصطناعي اللي معتمد على الشات والتكست ويقدر يعمل معاك محادثات وخلافه. فان شاء الله المره الجايه هيكون في نفس التجربه تقريبا على مواقع بقى تانية خاصه شويه بالايمجز وبالديزاين على حسب يعني طول الفيديو، وهنقدر نتكلم على كام تول. ان شاء الله تكون كلها حاجات انترستنج ليكم وتعجبكم وتفيدكم كتير بإذن الله في شغلكم أو في حياتكم العملية. وأتمنى تكون المعلومات النهاردة كانت مفيدة بالنسبة لكم. لو في أي أسئلة عندكم ابعتوا لنا في التعليقات، لو في أي حاجة عايزين نجربها مع بعض ابعتوا لي في التعليقات، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.